بسم الله الرحمن الرحيم. قرعة كأس العالم 2026، أمريكا، كندا والمكسيك. 48 منتخب، 12 مجموعة، 104 ديال المباريات. الفرجة مضمونة من الدور الأول حتى النهائي. المجموعة الأولى: المكسيك، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، والمتأهل من الملحق الأوروبي الرابع الذي سيجمع بين التشيك، الدنمارك، جمهورية إيرلندا ومقدونيا الشمالية. المباراة الافتتاحية ستجمع المكسيك وجنوب أفريقيا، هي مباراة مماثلة لافتتاح كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. المغايرة هي المرة، وأن المكسيك هي البلد المنظم. المجموعة الثانية: كندا، والمتأهل من الملحق الأوروبي الأول بين إيطاليا، البوسنة والهرسك، إيرلندا الشمالية وويلز، قطر وسويسرا. من وجهة نظري في هذه المجموعة الثانية الأقرب للتأهل من الملحق الأوروبي والمنتخب الإيطالي بحكم التجربة، إلا إذا كان للفرق أو المنتخبات الأخرى رأي آخر. وكأس العالم بدون إيطاليا كالأكل بدون ملح. المجموعة الثالثة: البرازيل، المغرب، هايتي، اسكتلندا. المنتخب المغربي يقع في المجموعة الثالثة، مشابهة نوعا ما للمجموعة التي وقع فيها في كأس العالم سنة 1998 بفرنسا. المختلف في هذه المجموعة هو المنتخب النرويجي. المباراة الأولى للمنتخب المغربي في دور المجموعات ضد المنتخب البرازيلي، ثم مباراة اسكتلندا، وبعدها مباراة هايتي. حظوظ المنتخب المغربي قوية للتأهل للدور الثاني، سواء في المركز الأول أو المركز الثاني. يعني الصراع سيكون بين البرازيل والمغرب حسب رأيي على المركز الأول والمركز الثاني. أتذكر جيدا مباريات المنتخب المغربي في مونديال فرنسا 98، يعني مباريات شاهدتها كاملة. المباراة الأولى تعادلنا مع المنتخب النرويجي، المباراة الثانية انهزمنا مع المنتخب البرازيلي 3-0. كان في ذلك الوقت المنتخب البرازيلي مرعب. فزنا في المباراة الثالثة على المنتخب الاسكتلندي 3-0، جمعنا 4 نقاط لم تكن كافية للتأهل للدور الثاني. ربما المباراة الأخيرة للمنتخب البرازيلي ضد المنتخب النرويجي، حيث انهزم المنتخب البرازيلي 1-0 أمام المنتخب النرويجي. يعني المنتخب البرازيلي ربما لم يلعب تلك المباراة بكامل قواه. يعني 4 نقاط لم تكن كافية للتأهل. كانت هناك مرارة إقصاء بادية في وجوه جميع اللاعبين. أتذكر كاماتشو، يعني البكاء، شاء الله ما قدر فعل في ذلك الوقت. يعني 4 نقاط الآن، إذا جمعت 4 نقاط في دور المجموعات ستتأهل في أسوأ الحالات في المركز الثالث. المجموعة الرابعة: أمريكا، باراغواي، أستراليا، والمتأهل من الملحق الأوروبي الثالث بين تركيا، رومانيا، سلوفاكيا وكوسوفو. المجموعة الخامسة: ألمانيا، كوراساو، الكوت ديفوار والإكواتور. على ذكر المنتخب الإكواتوري، بنسبة كبيرة سيواجه المنتخب المغربي في مباراة ودية في مارس المقبل. المجموعة السادسة: هولندا، اليابان، المتأهل من الملحق الأوروبي الثاني بين أوكرانيا، السويد، بولندا وألبانيا وتونس. المجموعة السابعة: بلجيكا، مصر، إيران ونيوزيلندا. حظوظ المنتخب المصري في التأهل للدور الثاني قوية، يعني تقارب المستويات بين إيران ونيوزيلندا ومصر. يعني المركز الثاني سيشهد صراعا بين هذا الثلاثي. المجموعة الثامنة: إسبانيا، الرأس الأخضر، السعودية والأوروغواي. المجموعة التاسعة: فرنسا، السنغال، والمتأهل من الملحق العالمي رقم 2 بين بوليفيا، سورينام والعراق والنرويج. يعني التأهل من الملحق العالمي، يعني نتمنى تأهل المنتخب العراقي، يعني كمنتخب عربي إن شاء الله يتأهل المنتخب العراقي. المجموعة العاشرة: الأرجنتين، الجزائر، النمسا والأردن. يعني منتخبان عربيان في مجموعة واحدة، المباراة بينهم ستكون قوية جدا، ندية عالية. المجموعة الحادية عشرة: البرتغال،
المتأهل من الملحق العالمي الأول بين كاليدونيا الجديدة، جامايكا والكونغو الديمقراطية، أوزباكستان وكولومبيا. المجموعة الثانية عشرة: إنجلترا، كرواتيا، غانا وبنما. أشهر قليلة تفصلنا عن كأس العالم. حظ أوفر للمنتخبات العربية: المغرب، مصر، تونس، الجزائر، السعودية، الأردن والعراق.